بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بشرى سارة لطلابنا في كل السناتر. وصلت مذكرات الترم التاني أولى إعدادي نجم الساطع. مذكرة بإذن الله هتعمل معاك فرق كبير زي مذكرة الترم الأول وأحسن كمان. فيها كل شيء، فيها كمية كبيرة من الأسئلة كل الأنواع. أتحدى إن تبقى موجودة في أي كتاب خارجي. وطبعا هنا حتى احنا بنعمل حاجة مش موجودة في أي كتاب خارجي، إن أنا بكتب لك مثلا السؤال جه في كام محافظة، فبيبان بقى الأسئلة المهمة اللي اتكررت. يعني الكتاب الخارجي بيكتب لك بس محافظة واحدة حتى لو اتكرر، هنا لا، احنا بنبين لك، بيبان بقى ان الجزء ده مهم من كتر تكرار الأسئلة. محطوطة معمول فيها صور توضيحية مش هتلاقيها موجودة في أي مكان تاني، معمولة بالذكاء الاصطناعي. تعبنا جدا في عمايلها بصراحة يعني. بس يعني ربنا سبحانه وتعالى بيجازي كل واحد على قد تعبه يعني. ان شاء الله المذكرة تبقى يعني تسهل عليكم المنهج، فيها كل حاجة من نتائج مترتبة على وعلل ومصطلحات وكمية أسئلة. يعني حتى الصور اللي موجودة ديت صور جت في النموذج نفسه بتاع الامتحان، يعني موجود من، يعني أنا جايبها من الامتحان نفسه، مش جايب لك صورة شبهها حتى. كمية أسئلة كبيرة، أسئلة محلولة اهوت، مقارنات وحاجات توضيحية. حتى الجزء بتاع الطاقة ده فيه كمية كبيرة من الأسئلة بتاعت المستويات العليا، مش هتلاقيها برضه في أي كتاب خارجي. الصور هنا معمولة بالذكاء الاصطناعي، شكلها جميل جدا يعني، حاجة تفتح النفس على المذاكرة. يعني يا ريت أيامنا كان في مدرسين بتعمل الشغل ده. والله مش بشكر في المذكرة، لكن هي أخدت مجهود رهيب يعني. وهنا عامل لك حتى كل يعني القوانين اللي ممكن تحل بيها أي مسألة مهما كانت صعوبتها. في قوانين احنا عاملينها لك كمان مش موجودة في الكتاب. حتى هنا في الجزء ده الطاقة الميكانيكية وطاقة الوضع وطاقة الحركة عاملين لك قوانين مش موجودة في أي كتاب خارجي. وهنا برضو يعني الجزء بتاع الكيمياء، يعني عايز بقى يعني اينشتاين يجي يشرحه لك. الجزء ده احنا عاملينه ببساطة ومبسطينه للطلبة. لو انت ذاكرته من اي كتاب خارجي هتلاقي الموضوع صعب. يعني حتى الجزء بتاع كتابة الصيغة الكيميائية ده، انك ازاي تكتب الصيغة الكيميائية لأي مركب، وحط لك حاجات هنا إضافية مش موجودة في المنهج نفسه عشان تبسط لك الموضوع وتبقى فاهم هو ماشي ازاي. أظن يعني مذكرة تتكلم عن نفسها، واضح واضح جدا الشغل اللي معمول فيها. ربنا يا رب يجعلها بالنجاح والتوفيق.